سيادة اللواء سلامة الجوهري رئيس وحدة مكافحة الإرهاب الدولي سابقا بالمخابرات الحربية. أهلا وسهلا سيادة اللواء. أهلا بيك يا فندم، أهلا بحضرتك. سيادة اللواء أكيد حضرتك اطلعت على نصوص القانون، وقول لنا هل هذه النصوص هتساعد في مكافحة الإرهاب الذي أصبح عابرا للحدود ولا لا؟ تمام حضرتك. طبعا يعني من وجهة النظر الأمنية هي تطرقت إلى جميع نقاط الضعف اللي كانت موجودة سابقا، سواء حضرتك من ناحية التمويل، ودي أنا من وجهة نظري دي أهم نقطة في عملية التمويل، إن حط جريمة التمويل النهارده، حتى عملية النقل، حتى عملية الشيل اللي بيساعد أي حاجة من هذه الجرائم اللي بيسميها تحت مبدأ تمويل أو قيام بالعمليات الإرهابية، فأصبحت ديت من ضمن الجرائم ومن ضمن الكيانات الإرهابية اللي موجودة، أو ده يصنف الشخص اللي بيقوم بيها بأنه إرهابي، على إنه إرهابي. يعني معنى كده إن لو شخص مثلا تم تكليفه في مقابل مبلغ مالي، مثلا لو سمحت روح حط القنبلة دي، وهو يدرك عليه أن يدرك إن هو ممكن يبقى تحت طائلة قانون الإرهاب لو قام بهذا العمل، وإن المبلغ اللي هياخده لا يساوي هذا الأمر. طبعا يعني ده الأساس، لأن اللي موجود دلوقتي فعلا في الشارع المصري اللي موجود هم معظم اللي بيقوموا بيها عمليات مقابل اموال معينه مرتزقه. فده اساس مكافحه اي ارهاب، اللي هي تجفيف منابع التمويل. هذا القانون قادر جدا في حاله تطبيقه انه يجفف منابع التمويل تماما. ووصلنا البند الثاني لعمليه حيازه الاسلحه او تصنيعها او تخزينها او تمويل شراء الاسلحه، كل ده اصبح بالنسبه للناحيه الارهابيه. ولكن هي القانون غطى جميع النقاط، ولكن بس انا متخوف ان يتم ان هنا احنا صنفنا الارهابي هو كل شخص طبيعي. يعني القانون بيقول الارهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب او يشرع في ارتكاب او يحرض او يهدم لخط الداخل او الخارج. عارف حضرتك الكيانات الارهابيه تهريب حقيره لزعزعه استقرار المجتمع. كنت اتمنى ان يكون تصنيف الارهاب في الماده هو كل شخص. اتخوف من قيام المنظمات الارهابيه باحضار اشخاص غير طبيعيين. يعني ايه اشخاص غير طبيعيين يا فندم؟ يعني حضرتك اشخاص طبيعيين النهارده، لو شخص مجنون النهارده، لو شخص، لا انا اللي فاهماه يا فندم الشخص الطبيعي بحسب التعريف القانوني اللي هو الشخص الطبيعي اللي هو في مقابله الشخص الاعتباري، يعني اللي هو البني ادم في مواجهه المؤسسه. يعني حضرتك صلح لي لو انا فهمت المصطلح القانوني بشكل خطأ. مصطلح قانوني يعني بتمنى لرجل في الشارع ان يتم توضيح لراجل الشارع ان النهارده ان مش المقصود بيها كده، لا المقصود ده ان اي شخص هيقوم بهذا الكلام، سواء كان طفل، لان انت عارف حضرتك دلوقتي بدات قوات داعش وبدا النهارده تنظيمات داعش بيجند الاطفال، بيستغلوا الاطفال. هل ما موقف هذا الاطفال؟ ولكن القانون الوضع الحالي، في الوضع الحالي ان هي حد من عمليات الاسلحه، حد من اماكن التدريب، حد من التمويل، حتى السفارات الاجنبيه، حتى الكيانات الخارجيه اللي لو ساعد يدفع هيتم النهارده درجها تحت القيام بالكيانات الارهابيه والارهاب. انا شايف القانون ممتاز جدا للحد من العمليات الارهابيه، وخاصه مع تحديد دوائر معينه في محكمه الاستئناف للنظر في هذه العمليات الارهابيه، وده اللي احنا بننادي فيه. ونتمنى انه يستكمل ان يتم تحديد ملك للبت زي ما بنقول العداله الناجزه. لابد من العداله الناجزه السريعه لمحاكمه هؤلاء الارهابيين، ودي تهيألي هتتم كويس، ولازم الناس في الشارع تبقى عارفه ان الكلام ده هيتم كويس جدا طالما ان هناك دوائر مخصصه طبعا للمتابعه. شكرا جزيلا سياده اللواء سلامة الجوهري، قائد وحده مكافحه الارهاب الدولي بالمخابرات